السلام عليكم، يا مساء الورد. معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهاردة هنتكلم عن مشروع ذا ميد لشركة بيبل اند بليسز، ومالكها عائلة العسال، والشركة ملهاش أي سابقة أعمال بناء على طلب. المشروع موجود في كيلو 192 في نص راس الحكمة، والمنطقة دي البحر فيها مقبول بس بيحتاج شوية شغل من مطور مش كبير. وطبعا كل ما تقرب لمثلث راس الحكمة فهتكون أنت المستفيد بسبب الخدمات اللي هتكون في المدينة. المراحل المطروحة في المشروع: استلام لغاية 4 سنوات من شطب بالكامل. سعر الغرفتين بيبدأ من 13 مليون والثلاث غرف 15 مليون، وده سعر التقسيط على 8 سنوات. مميزات المشروع ده الحقيقة في أفكاره: مبدئيا مشروع فيه 5 فنادق، فيه 30 فدان لاجونة على 300 فدان. مساحة مشروع دي نسبة كويسة جدا، معمول على مساطب مخلية، موجود شاليهات بنسبة كبيرة شايفة البحر. الجديد بقى إنه نازل فيه فندق جراي العالمي في مرحلتين هيكونوا تحفة طبعا، وجيم LA7 برضو عاملين مرحلة فندقية كبراند طبعا بقى عالمي في الضيافة، و2000 وحدة على عرض شط 800 متر. ده يعتبر لطيف، مش زحمة قوي ومش فاضي، خصوصا كمان حرم الشط 100 متر بس مش 200. وطبعا من الشركاء في الشركة نبيل عماشة، ده كان من مؤسسين اعمار مصر، وطفرة سودك تمت على ايده وهو ده بعت الشركة اصلا. فالمشروع ده تكمن كلها في سابقة اعمال الشركة. الحقيقة انا هقتبس كلام زميل ليا اسمه محمد الشواربي، وبذكر اسمه عشان هو النشر وعشان فعلا الجمله عجبتني وطريقه عرضه ممتازه. ممكن تبقى تخش تبص على فيديوهاته. انت عايزني عاملك على انك، لو هعاملك على انك كيان جديد، فمخاطره كبيره اشتري مع كيان جديد موجود في السوق بقاله 4 سنين ما سلمش حاجه، والمشروع اللي بنتكلم عنه نفسه في مراحل مطروحه، المفروض هتسلم كمان سنه ما تدبش فيها طول. فانت ككيان جديد مخاطره وسعرك مش قليل، ومالكش اي تشغيل ساحلي او سكني سابق عشان اشتري معاك بالرقم. لو هتعمل معاك على انك مصر ايطاليا عشان ملكيه اكتر من 80% من الشركه تحت طائله عيله العسال، فدي كارثه اكبر، لان الشركه عندها كارثه كونيه وتاخيرات بالاربع والخمس سنوات، واراضي بتتسحب، وانا اخاف جدا من الشراء معاها لفجأة تختفي زي ما حصل في كذا شركة قبل كده، دخلت في دوامة المشاكل المادية والمشاكل الإدارية واختفت بعد. عشان كل ده أنا هدي المشروع ده 61%، وما أظنش إني هنصح بيه حد، لكن حاطط له السكور ده عشان ليه زبونه، وفي ناس بتحب الحاجات التافهة ممكن تروح لوعد الخدمات قصاد الريسك. وفعلا وعد الخدمات إلى حد ما كبير، والشركة مشروعها في السخنة لطيف جدا. معظم مشاريعها على فكرة طالعة بجودة عالية جدا، لو اعتبرنا إنها مصر إيطاليا. هي مشكلة في اللي الشركة رايحة له مش اللي الشركة نفذته، والتأخيرات اللي اتأخرت فيها وهي بتنفذ اللي نفذته. أنا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. أهم سلسلة هتفيدك بالصفر.